السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى هنعمل مع بعضينا كده وصفة جميلة. الوصفة دي للانشون. هنعمل لانشون في البيت يكون صحي ومفيد للولاد. انا بصراحة شفتها مع حد وقلت لا لازم اجربها مع حضراتكم. تعالوا نشوف المقادير. هنجيب ايه؟ ادي فرخاية قطعناها 8 قطع، ومعانا اللي هو البوكيه جرنيل هننزله معاهم جزرايه وبصرايه وحبوب من الفلفل، وادي الملح وورق لوري وفصين من الثوم وربع معلقه من الحبهان. يلا الكلام ده هننزله في قلب حله وهنسلقه كويس جدا. ادي اهو، حط الكلام ده في الحله وهنزل عليه البوكيه جرنيه بتاعه بالتوابل بكل شيء، وهنزل عليها كمان بايه؟ ب3 كوبايات من الميه. هسلقه كويس جدا لحد ما يتهري، وهوريكم ايه الخطوات الجايه اللي هنعملها. بعد كده هننشل بقى الفراخ من قلب الحله، وادي شويه الشوربه اللي متبقيين اهم زي ما حضراتكم شايفين كده. دول هنجيب كوبايه وهنصفيهم فيها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينهم ده. هنصفيها طبعا في مصفى. وزي ما احنا شايفين كده هجيب الشوربه بعد ما صفيتها قدام حضراتكم. هي حوالي عن معلقه، عباره عن كوبايه ونص من الشوربه. هنزل فيها واحده من الايه؟ مرق الدجاج، واحط معلقه صغيره من الثوم البودر، وعليها كمان معلقه صغيره من الكمون، وهنزل عليها كمان بمعلقه من الكزبره، الكزبره الناشفه، هنزل عليها ب2 معلقه من الجيلاتين، 2 معلقه كبيره من الجيلاتين، وهنقلب الكلام الجميل ده كويس جدا. الشوربه لسه سخنه. وهركنها كده على جنب ونشوف الخطوه الجايه. هنبدا بقى ان احنا نبشر بنجرايه. وهنسيبها كده على جنب. هنجيب الفراخ بقى ونبدأ ايه؟ نخليها. هنحط فيها الايه؟ نبعد اللحمة عن العظم طبعا. بعد ما خلينا الفرخة وبشرنا البنجر، هنجيب بقى الكبة بتاعتنا هننزل بقى فيها كل الفراخ الموجودة دي. نحط الفراخ، هننزل الفراخ بتاعتنا بعد ما قطعناها طبعا وخليناها من العظم، ما فيهاش خالص اي عظم. وهننزل بالبنجر عليها. هناخد منهم معلقتين من البنجر، معلقتين او 3، عشان تديني اللون الجميل. وهنخلط الكلام الجميل ده كويس جدا. بالشوربه بتاعتي
اللي انا مدوبه فيها كل اللي احنا قلناه ده. وهنخلط الكلام الجميل ده كويس جدا. عايزه اخلطها كويس جدا. معلقتين بنحطهم بقى، انزل واخبط كده في البرطمان عشان مش عايزه فقاعات هوا. يلا نسيبهم في التلاجة من 5 ل6 ساعات ونشوفه بالشكل بتاعه لما يخرج. بصوا يا بنات، بعد ما طلعته من البرطمانات وحطيته وقطعته قدامكم، بص الطراوه، ينهار على الجمال، ينهار زي اللي بره وجاهز بالظبط، زي الجاهز بالظبط. بس ده احلى ومغذي ومفيد لاولادنا وحاجه صحيه كده وفي منتهى الجمال. يلا نعمله سندوتشات ونشوف العظمه والجمال. يلا يا امارات، اهو ادي الساندوتش. بص كده، حاطين الساندوتش، وبصوا الزيتون اللي احنا عاملينه اهو. انا بوريه لحضراتكم، ده انا لسه مطلعاه النهارده. بصوا لونه فاتح جميل ازاي عشان مستخدمين فيه ليمون. شوفوا الجمال. يلا اعملوا بقى كده الساندوتشات وشوفوا العظمه والجمال. الله، ينهار على الجمال، ينهار. حاجه مفيده ومغذيه وصحيه لاولادنا. واللي عجبه الفيديو ما ينساش يعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان تعلوا الفيديو وتخلوا اكبر حد من الناس ولا اكبر كم من الناس يشوفوه ويعملوه. دمتم في رعاية الله.